كيبدا المسلسل مع جندي سابق سميتو جاك ريتشر. هو في واحد المحل كيشري الحوايج، بغى يخلص ختنا اللي في لاكيس والقبيله ما عندوش فلوس كافيين. مشى رجع للكيشي باش يجبد منه الفلوس، لقات تما واحد المراه كتشري الفلوس وباينه عليها واكله العصا ديال بصح، يديها باين عليهم الاثر تاع الضريب ووجهها نفس البلان. ريتشر فهم بلا شي واحد تعدى عليها، والطوموبيل تاع هاد المراه واحد خونا خداها ليها وبلاصاها في الشارع وخاطف ليها ولدها رهينه. خونا كان هاز معاه السلاح وكيتسنى ياخذ الفلوس من المراه. ريتشر دغيا حل الوضع وفهم البلان كيف داير، قال المراه بقاي واقفه بلاصتك وما تحركيش. مشى قصد خونا، هرس ليه الجاج، خرجو دغمرو حتى ما بقاش قادر يوقف مازال، واعتق الولد وردو لماماه وقال لها تعيط على البوليس باش يجيو يشدوا المجرم. هذا الجزء الثاني من مسلسل جاك ريتشر، وهاد الاحداث طراو من بعد عامين ملي سال المهمه ديالو بالنجاح. الجزء الاول غتلقاه في التعليق ولا في الوصف، وانا كنطمئنك بلا هاد الجزء هذا ما عنده حتى علاقه بالجزء الاول، يعني الا بغيتي تكمل معايا غكمل مرتاح. من وراها ريتشر مشى خشى لاكارت ديالو في الكيشي باش يجبد الفلوس، خرجات ليه واحد الرساله في شكل مع الفلوس. مشى خدا التليفون من ختنا اللي في المحل، هو يتصل بواحد الصديقه ديالو سميتها نيلي، وصدق بلا نيلي هي اللي صيفطات ليه ديك الرساله باش يصوني ليها. قالت لي بغيتك دغيا في نيويورك حيت صاحبنا فرانز مات مقتول. ريتشر تصدم ومشى تحرك بالزربه. وكان رجعوا للور قبل شحال من عام ملي كان ريتشر رائد في الجيش، كانت نيلي وفرانز وجنود اخرين تحت القياده تاع ريتشر، وريتشر كان هو اللي اختارهم راسو باش يخدموا مجموعين في التحقيقات الخاصه. الفريق كان خدام اونسومبل مده كبيره ولا كل واحد كيعرف الاخر. في هذا الوقت كان ريتشر وصل عند نيلي في نيويورك، قالت لي بلا فرانز اختفى ملي خلى دارو شحال هادي، داز شحال من يوم ولقينا الجثه ديالو في الجبال وعرفنا بلا تلاح من طياره، وقبل ما يموت كان مخلي لي رسائل بالخصوص تاع واحد القضيه خدام عليها. تصاورت على الجثه ديالو دبرت عليه من واحد الصديق خدام في المباحث. ريتشر ضرب طليله على التصاور ديال الجثه ديالو، وهنا بدا التحليل ديال بصح. عرف بلا فرانس تعذب قبل ما يتقتل، تضرب بحديده دارت ليه الاثار في الجسم ديالو ومنعوه من الماكله والشريب، وهو ما تلاحش من الطياره، تلاح من هليكوبتر، حيت كنت تلاح من الطياره كان غيتخبط في المحرك ديالو وغنلقاو عليه اصابات. الجسم ديالو ما فيش الاصابات، يعني تلاح من هليكوبتر ورجليه تهرسات قبل ما يطيح. وانا كنستنتج بلا هادشي انتقام منه، يبغاو يجبدوا منه المعلومات ومن بعد ما خداو منه اش بغاو لاحوه من الطياره. اللي قالت لي انا حاولت نتصل بشي واحد من الفريق ديالنا ونقول لها طاري، لكن حتى واحد ما رد عليا. ريتشر عرض عليها حقه في هاد القضيه لراسهم ونيلي وافقات. قال لها اول حاجه غنديروا دابا هي نمشيو نحققوا مع مرات فرانس. ملي خرجوا من المطعم كنشوف واحد الصليعه دور على السميه ديال ريتشر في ورقه، الورقه كان كاتب فيها قائمه ديال كاع السميات تاع فريق ريتشر، وكان واحد اخر فيه واحد الضربه في وجهه حتى هو مراقب ريتشر ونيلي، وكيعلم شي واحد في التليفون على التحركات ديالهم. ملي كان ريتشر ونيلي غاديين في الطريق صونا ريتشر تاني الفريق ديالو، لكن اللي في شكل هو حتى واحد فيهم ما كيرد عليه. كملوا الطريق ووصلوا لعند مرات فرانز، قالت لهم بلا سافرات عند امها لمده اسبوع، وهاد المده كنت كنصوني لفرانز لكن والو ما كيردش عليا. بديت كنتشوش عليه وانا نعلم البوليس، قالوا ليها بلا يمكن هو خدام على شي قضيه سريه، لكن هو واخا يكون خدام على شي قضيه كيف ما بغات تكون كيجاوبني في التليفون عادي. وتما قررت نرجع للدار، وملي دخلت ليها لقيتها تسرقات. ريتشر سول على القضايا اللي خدم عليهم فرانز مؤخرا، وقالت ليه بلا كاع الخدمه تاع فرانز تتبقى في البيرو ديالو. عطاتهم الساروت تاع البيرو ديالو باش يفتشوا على خاطرهم. خرجوا ريتشر ونيلي من عندها ومشاو باش يفتشوا. ملي بغى يركب ريتشر في الطوموبيل لاحظ بلا كاينه واحد الطوموبيل كحله تابعاهم من الصباح، لكن نيلي ما داتش في هضرته وقالت لي ركب. مشاو للمكتب تاع فرانز واللي لقاوه مريب تماما وباين بلا شي واحد كان كيقلب على شي حاجه، لدرجه قلب حتى الرجلين تاع الكرسي، وفهموا بلا هادشي اللي كان كيقلب عليه حاجه صغيره بزاف باش تخشف الرجلين تاع الكرسي. وتما لقاو التصويره تاع الوحده ديالهم. ريتشر قال ليها كنظن بلا خوتنا اللي جاو كيفتشوا ما لقاوش داكشي اللي باغيين، حيت البلاصه كلها مرونه، وقالوا بيناتهم بلا فرانس كان ذكي بزاف، يمكن خبى داكشي اللي كيقلبوا عليه المجرمين في بلاصه باينه باش ما تجيش في البال تاع شي واحد. اللي ورات لريتشر واحد الساروت تاع البريد، وهذا المكتب تاع البريد كاين اون فاس مع المكتب تاع فرانز. ريتشر عجبو الذكاء تاع نيلي، وملي مشاو بغاو يدخلوا ليه لقاو بلا وصلوا معطلين والمكتب تسد. قرروا باش يمشيو وما يرجعوا حتى الغدا، وحيت عندهم ما يدار مشاو للدار وبقاو مقصرين ودوزوا الوقت. والنهار اللي من بعدو مشاو للمكتب تاع البريد، لكن ما كانوش قادين يدخلوا ديريكت ويبغيو يحلوا البريد تاعو، حيت في الاخر راه ماشي الخزنه ديالهم. داروا خطه ودخلات نيلي تشتت الانتباه تاع الموظف في البريد، وريتشر حتى هو دخل وبدا كيحاول يجرب الساروت في الخزنات كلهم. بقى كيقلب تما حتى جات واحد المره كبيره شكات في ريتشر بلا شفار وعيطات على الموظف، لكن ريتشر كان وصل للخزنه تاع فرانز، خدا الوراق اللي فيها وقال لها تدخلي سوق راسك، راه كنت غير كنقلب على الخزنه ديالي تنسات عليا وصافي. ركبوا في الطوموبيل وبداو كيقلبوا في الوراق، لقاو واحد جوا فيه يو اس بي، كانوا باغيين يديروها في البيسي تاع نيلي لكن طلع بلا البيسي ديالها ما فيش البلاصه ديال اليو اس بي. قالت لي بلا هي غتمشي وغتجيب المحول يديروا البيسي ديالها، وملي مشات تجيبو ريتشر ضرب على واحد الدري كيبيع الممنوعات في الشارع، مشى كيجري لجيتهم هو يطيح واحد بالباب تاع الطوموبيل، شد خونا الاخر عطاه بطيط سكت ليه ديجا مكتور. بعدا خد الممنوعات ولاحهم في القوادس، وقصد الاول حيد ليه الفلوس والسلاح اللي عنده وتحرك من تما. تلاقى مع نيلي ودخلوا للدار ديالها، ترى لقاوها حتى هي
كبروا وناس فيها على علاها بحال كان شي واحد كيقلب فيها. لقاو بلا شي واحد باقي في الدار تما، دخلوا عليه هما يهزوا عليه السلاح، وطلع خونا في الاخر هو ديفيد صاحبهم في القوات العسكريه. وحتى هو جا لهنا ملي سمع الخبار تاع موت فرانز، قال لهم بالعمى واش انا اللي درت للدار هاد الحاله، ملي دخلت ليها اصلا لقيتها بحال هكا. وديفيد قرر يتعاون معاهم في التحقيق، وبهكا الفريق ديال ريتشر ولاو فيه 3 العناصر. نيل اللي جبدات البيسي ديالها ودارت فيه ديك اليو اس بي، لقات بلا كاينه فيها كلمه السر، والمشكله الا خطاتي 3 المرات غادي تبلوكا ديك اليو اس بي، زائد عندك 2 دقائق خاصك تدخل فيها كلمه السر، ولا مشاو تخطئوا المعلومات اللي كاينين فيها غتمسح. بقاو كيفكروا فرانز اش كان غيكون داير في كلمه السر، داروا كلمه ولاء لكن طلعت خطا. بداو كيفكروا في شي سميه ديال شي واحد رياضي كان عزيز على فرانز، دخلوا السميه تاع واحد اللعاب وطلع ثاني الكود غلط، ودابا بقات لهم محاوله وحده. بقاو كيفكروا في شي شخص فرانز واخدو كقدوه ليه، وملي كتبوا الاسم تاع ريتشر طلع بلا الكود صحيح، يعني فرانز كان واخد ريتشر كقدوه وعزيز عليه. من بعد فتحوا المعلومات اللي في اليو اس بي ولقاو واحد القائمه تاع السميات كيبداو بحرف او ام، وكاين حتى شي ارقام ورموز ما فاهمين فيها والو. الفريق ما كان فاهم حتى لعبه من هادشي اللي مخلي ليهم. ديفيد قال لهم يمكن خاصنا اعضاء اخرين في الفريق، لكن المشكله صحابهم ما كيجاوبوهمش اصلا. تحركوا بثلاثه ومشاو للدار تاع واحد صاحبهم سميتو سوان، دقوا ما جاوبهم حتى واحد وهما يهرسوا الباب، وملي دخلوا شموا الريحه تاع الجيفه. اللي مشات وهي تلقى الكلبه تاع صاحبهم ماتت بسبب العطش. ريتشر قال لهم سوان مستحيل يخلي الكلبه ديالو تموت بالعطش، انا متاكد بلا كان غير رجع للدار على ود الكلبه ديالو، هادشي كيعني بلا سوان تقتل، ودابا 2 من افراد من الوحده ديالنا ماتوا. البلان تاع كنصونيو الوحده ديالنا وحتى واحد ما كيجاوب ماشي شي حاجه عاديه، يعني باينه كاينه شي واحد كيسالي مع الوحده ديالنا واحد ورا الاخر، ويمكن النوبه ديالنا قريبه. وكنرجعوا للماضي مع ريتشر والوحده ديالو وهما مريحين زاهيين. شويه تدخل عليهم واحد اللوين مدني وقال لهم ما خاصكمش تشربوا نتوما لابسين اللباس تاع الجيش. هضر معاهم ناقص وفي الاخر قال لهم يخرجوا من القهوه. ريتشر قال لي شوف راه سابقه ندي فوتنا احسن ليك. نيل اللي قالت لي صافي انا غنخلص هادشي ديالي وغنمشي. رد على لوين ملي الكبار كيهضروا الصغار خاصهم يسكتوا، وخرجوا من القهوه ديالي دابا ولا غنوضها مع حبكم هنا. ريتشر ما عجباتوش الهضره وهو يقول ليه هي واخا. ناض هو يقول ليه لوين حنا 12 واحد وانتوما غتسعود. قال ليه ريتشر واه خساره 3 منكم غياكلوا العصا حتى هما، وناضت الروينه بيناتهم. صحاب ريتشر شدوا دوك 12 وكلوهم ماكله الطبل نهار العيد، ومن بعدها مشاو للغابه ريحوا تما وخيموا فيها وكملوا السهره ديالهم، ومن بعدها تصوروا تصويره جماعيه اللي شفناها قبل. فرانس ديك الساعه مشى عند ريتشر وقال لي علاش ديتينا للقهوه وانت عارف بلا ممنوعه. ريتشر قال لي انا راه عارف بلا ممنوعه، مشيت ليها باش نجبدوا مشكله ونوضوها، بغيت نعرف الوحده ديالي كيفاش غتصرف، وبيني وبينك انا عرفت علاش اختاريتكم نتوما بالضبط. وكنرجعوا للواقع دابا ملي خرجوا من الدار تاع سوان. ريتشر قال لي اللي ديك الطوموبيل الكحله اللي كنت قلت لك شفتها هي نيت الثاني. ريتشر قصد من الطوموبيل وما سماش عليه، ضرب ليه الطوموبيل قدام برجليه، تفك ليه رباق على وجهه هرس ليه نيفو. ريتشر شدو كمل عليه عطاه التسكت ليه ديجانكتور. نيل اللي فتشات خونا ولقات بلا خونا هذا ضابط، خداو الطوموبيل ومشاو تحركوا من تما بالزربه. بقاو مشوشين بلا بسبب هادشي اللي دار ريتشر غادي تبقى الشرطه تابعاهم. نيل اللي قالت لريتشر انت مال يدك سابقينك، كان عليك تسمع اش غايقول هو الاول عوض ما تضربوا. اتفقوا بيناتهم باش يسافروا من هنا ويقلبوا على صحابهم الاخرين باش يتاكدوا بلا باقين عايشين. مشاو باش يوجدوا ويسافروا، وبالصدفه تلاقاو مع ديكسون تما. وهاد ديكسون هادي حتى هي كانت وحده من الفريق ديالهم. قالت لهم ما كانتش كتجاوب على التليفون حيت كانت خدامه في واحد المهمه سريه، وهي جات لهاد المدينه من بعد ما ساقط الخبر تاع الموت ديال فرانس. قال لها ريتشر يمكن حتى سوان مات، ودابا غنسافروا لنيو جيرسي باش نتاكدوا بلا سانشيز وراسكو باقي حيين. تما ديكسون قررت تمشي معاهم، وريتشر فرح من اللي عرفات تمشي معاهم حيت ديكسون كانت اكثر وحده كيفهموا في الوحده ديالهم. ديكسون حتى هي كانت كطير في التحليل تاع المواقف، وريتشر تعلم منها حتى هو بزاف تاع الحوايج. ومن بعد ركبوا ب4 في الطوموبيل ومشاو لنيو جيرسي. وفي نفس الوقت هاد خونا هذا كان تابعهم وكيعلم الرئيس ديالهم على التحركات ديالهم. قال ليه بلا غاديين لنيو جيرسي باش يقلبوا على سانشيز وراسكو. الرئيس قال ليه مزيانه ملي كلهم مجموعين مع بعضياتهم، انا بغيتك تجمع كاع القتله اللي باغي انت وتصيفطهم ليهم كاملين، ما تخممش في الفلوس انا غنتكلف، المهم عندي هو فريق ريتشر يموتوا كاملين اليوم قبل غدا. من بعدها ريتشر وصحابو وصلوا للدار تاع راسكو وسانشيز، لقاوها مقلوبه تماما بحال الدار تاع فرانزونيلي. لقاو تصويره تاع سانشيز مع واحد البنت في واحد البار. قال لهم ريتشر هاد البنت هادي مهمه بزاف لسانشيز باش يتصور معاها. خدا التصويره معاه ومشاو للبار اللي تصور فيه. دخلوا ليه وهما يسولوا العامل تاع البار على سانشيز والبنت اللي معاه، لكن العامل ما كانش ناوي يهضر معاهم ولا يعطيهم شي معلومات. غفلهم وقال الكارد كوريجيو وياخذهم لداكشي اللي باغين. هو يمشي وقال البنت اللي كانت في التصويره تهرب من تما دغيا. داكشي اللي دارت البنت وخرجت من الباب
لوراني، لكن ديفيد وديكسون شافوها ومشاو تبعوها بالجرة. وفي هذا الوقت داك الكارد كور داهم لواحد البلاصه وهو يبغي يضرب ريتشر فانتا عطاه ضربه هرس بيه الباب لبرا فين تلاقى مع ديكسون وديفيد شدوا ديك البنت كانت سميتها ميلينا، وهاد ميلينا وافقات تريح معاهم اللي عرفاتهم صحاب سانشيز. عامل البار طلب منهم السماحه على هاد الشيء وقال لهم بلا قبل بسيمانه واحد خونا كيخلع جا سول على ميلينا وكيحساب لينا واش عنده علاقه بالاختفاء تاع سانشيز، داكشي علاش درنا هكا. ميلينا طلعت حبيبه سانشيز وقالت لهم بلا خونا اللي كان كيخلع عنده واحد الضربه في وجهه، وملي تلاقيت معاه بقى كيسولني شي اسئله على سانشيز، ومن بعدها ملي صونيت عليه ما كانش كيرد عليا، ومن داك الوقت هو مختفي. من بعد شحال من سيمانه فرانز كان هنا حيت كانوا هما بثلاثه خدامين على واحد القضيه. ما قالش لي سانشيز شي حاجه على هاد القضيه، اللي سمعت منه هي السميه تاع صاحبكم سوان. وميلينا بدات تتبكي ملي حسات بلا سانشيز غتكون طرات ليه شي حاجه. نيلي سولات على اخر مره تلاقات فيها مع سانشيز، عاودات ليهم بلا جا واحد الاتصال من شي واحد. سانشيز كان كيقول شي ارقام في شكل وكان متفاجئ منها، وقال 650 ب 100 الف لكل قطعه. ريتشر والفريق ديالو مشاو لواحد الكازينو، وهاد الكازينو كان خدام فيه سانشيز وراسكو حراس امن فيه. ممكن هما اكتشفوا شي حاجه في هاد الكازينو مع شي كليان، والقضيه ديالهم بدات من هنا، واتصلوا بفرانز وسوان باش يطلبوا منهم المساعده. مشاو تلاقاو مع مدير الامن تاع الكازينو، قالوا ليه بلا هما شاكين في المقتل تاع سانشيز وراسكو، يمكن الموت ديالهم كانت عنده علاقه بهذا الكازينو، وراوه كاع التفاصيل اللي وصلوا ليه حتى لدابا، وطلبوا منه يراجع الارباح تاع الكازينو ويشوفوا واش كاين شي فلوس تسرقوا ولا لا. مدير الامن كان متفهمهم وباغي يعاونهم حيت عزيز عليه سانشيز وراسكو، وخدا لهم غرفه فاخره في الفندق باش يقدروا يكملوا التحقيق ديالهم براحتهم. الفريق مشاو لديك الغرفه وتفاجئوا من الفخامه ديالها. ريتشر قال لي انا كنظن بلا سانشيز وراسكو كانوا خدامين على شي قضيه تاع المراهنات والسرقه. في الليل ريتشر وديكسون خرجوا كيتمشاو ودوزوا وقت زوين بجوج. ديكسون اعترفات ليه بلا واكل عليه الجوانط، لكن ريتشر ديك الساعه حس بشي واحد كان كيراقبهم. قال لي الطوموبيل اللي قدامنا دابا تابعانا من نيويورك حتى لهنا، الا مشينا تقربنا ليها غيخرجوا منها ناس وغيقتلونا. نقزوا من واحد الكرياج تما وهما يتخباو في واحد البلاصه يلاه كتبنا. ديكسون قالت ليه من الاحسن ما نخدموش الفراده ونتقاتلوا غير باليدين، حيت لا سمع البوليس الصوت تاع القرطاس غندبروا فيها. ديكسون خدات واحد العصا تاع الحديد وهي تقول ليه سير على الله. صدق داكشي اللي قالوا بصح، وخوتنا بداو تابعينهم، استدرجوهم حتى لواحد القنت وهما يتكوانوا ليهم ريتشر وديكسون. ريتشر غفل الاول زرب عليه لكن خونا ضربو في كرشو. جعل ريتشر هو يشدو وكلو ماكله تطبل نهار العيد. سال معاه هو يلوحو من الفوق. خونا اللي كان معاه هاز سلاح وتيرا على ديكسون، لكن ديكسون دغيا دارت خونا اللي سال معاه ريتشر دار عليها، وريتشر تدخل وهو شد خونا دورو هرس ليه رجليه وغرس ليه وجهه في السيما مازال ما كرمات، بقى عليه هكاك حتى تخنق وودع. فتشوه هما ياخذوا من عنده السوار تاع الطوموبيل. مشاو حلوا الطوموبيل وبداو كيفتشوا فيها ولقاو تما ملفات خاصه بريتشر واي واحد من الوحده ديالهم. ولقى ريتشر واحد التليفون تما وهو يصوني لاخر رقم. رد عليه الرئيس تاعهم اللي سميتو لانغستون، هو يسولو واش ريتشر وصحابو ماتوا. يرد عليه معاك ريتشر شخصيا. تصدم الرئيس ملي عرف بلا قتل ليه الرجال ديالو. قال ليه لانغستون رد بالك مني حيت موضوعك ما غيساليش بخير، وهو يقطع عليه. ريتشر طلع عليه الدم حيت ما لقى حتى شي دليل يبدا يحقق منه. ديكسون لقات واحد كارت فيزيت تاع شركه نيو ايج ديال علوم الفضاء. من بعدها مشاو دفنوا خوتنا في ديك السيمه اللي باقا ما نشفاتش وحيدوا كاع الاثار ديالهم. النهار اللي من بعدو في الصباح تلاقاو مع صحابهم عاودوا ليهم اش طرا ليهم. شويه دخل عليهم مدير الامن تاع الكازينو، قال لهم الشرطه دواو معايا وقالوا لي بلا لقاو الجثه تاع سانشيز وراسكو في نيويورك وقراب من البلاصه اللي لقيتو فيها الجثه تاع فرانز، وعطاهم التقرير تاع الضحايا. الفريق بقى فيهم الحال بزاف. ريتشر كالعاده حلل الجثث ديالهم وعرف بلا تقتلوا بنفس الطريقه اللي تقتل بها فرانز. تعذبوا وتلاحوا من الهليكوبتر. مدير الامن تاع الكازينو قال لهم بلا راجع كاع الحسابات تاع الكازينو، ما لقيت لا فلوس تسرقوا لا عمليه احتيال طرات. تما ريتشر قال الفريق ديالو حنا محتاجين الاسلحه. مشى باش يشريو من المحل تاع الاسلحه، لكن مولاهم رافض يبيع ليه شي سلاح بلا رخصه. ريتشر جبد الفلوس اللي خدا من عند داك خونا اللي كيبيع المخدرات وخونا خداهم وسكت، وريتشر خدا الاسلحه اللي بغا ومشى من تم وتجمع مع الفريق ديالو. كانوا غاديين للفندق جديد، لكن واحد الطوموبيل تاع البوليس تبعاتهم وقالت لهم يوقفوا. نزل من الطوموبيل الضابط روس، داك اللي دغمرو ريتشر في البدايه ديال الفيلم. امر ريتشر باش يهبط من الطوموبيل وريتشر عرف بلا صافي دبر عليها. قال لي اللي تمشي تكمل الطريق للشركه نيو ايج وحقه تما. روس شد ريتشر وداه باش يحقق معاه، لكن ديفيد تبعو وقال لي بلا هو المحامي ديالو. وريتشر طلع على روس حتى ضرب في نيفو بالايرباك. قال ليه روس ديك المره ما كانش قتال عادل، لا بغيتي نطفي الضوء نعاودوها انا وياك هنا دابا لما مسحت بك الارض. قال لي انا كنقلب على الشخص اللي قتل صاحبي، غلطت فيك وكان كيحساب لي انت واحد من العصابه. الضابط قال ليه راه انا اللي شاد القضيه تاع مقتل فرانز، يعني حنا بجوج مشاركين في نفس الهدف. ديفيد قال لي وعلاش كنتي تابعنا؟ رد عليه بلا لقى في التليفون تاع فرانز كيحاول يتصل بكم كاملين، وانا كنحاول نوصل للقاتل اللي كيقتل في الوحده ديالكم، واتفقوا باش نساو كاع الخلافات اللي بيناتهم
بيناتهم وخدموا مجموعين وتشاركوا في اي حاجه وصلوا ليها قبل. روس قال لي صحابك بين تورطوا في شي حاجه خطيره بزاف عليها تقتلوا. ريتشر قال لي شنو زعما بغيتي تقصد بلا صحابي مجرمين؟ روس قال لي انا عندي الحق نشك في اي واحد وكنشك فيك حتى انت. ريتشر قال لي واخا انت اصلا مشارك مع العصابه في هادشي وما شديتينيش حتى بطريقه رسميه وجبتيني لبلاصه عاديه باش تحقق معايا. روس فك المينوط لريتشر وهو يتحداه وديفيد بدا كيهدي فيهم وطلب من روس يعطيهم المعلومات اللي وصل ليها. وبصح روس هدا وقال لي حنا عندنا مشتبه فيه. انا مشيت للمكتب تاع فرانز وفتشت لامبريمونت اللي عنده ولقيتو طابع ورقه عليها سميت اندرو ماكباي وهاد خونا ارهابي معروف وتاجر اسلحه. ريتشر قال لي هاد خونا سميتو تتبدا بحرف الاو والام بحال اللي في ديك الورقه اللي لقينا، يعني بين هذا نفس الشخص وكل مره كيستخدم هاد السميات. وطلعت بلا هذه قضيه كبيره بزاف ماشي كيما كنظنوا. كتب السميات اللي كانوا في ديك الورقه وهو يعطيهم لروس. في هذا الوقت نيلي وديكسون وصلوا لشركه نيو ايج وتلاقاو مع مديره الشركه مارلو. نيلي عطات ليها الكارت اللي لقاتها في الطوموبيل تاع خونا اللي في العصابه وطلبات منها تعطيها كاع المعلومات تاع مول الطوموبيل ومارلو وافقات تعاونهم. من بعد واحد شويه رجعت ليهم وقالت لهم بلا الكارت كان مع واحد سميتو تريفر. هذا جا عندنا للشركه باش يدوز واحد لونتروتيان تاع الخدمه. عنده شركه تاع صيانه المكاتب ومن ظهركم خلى لي العنوان ديالو. نيلي شكراته وخداو العنوان وتحركوا. رجعوا للطوموبيل وتما ديكسون بدات تحاول تحل الارقام تاع فرانز. وفي الجهه الاخرى روس كان كيقلب على السميات اللي كتب ريتشر. قال لهم من بين هاد السميات كاين واحد خدا تذكره للسفر لمدينه دينيفر. غنمشيو نتحركوا للمطار وملي غيبغي يطلع للطياره غنشدوه قيطي. وكنشوفوا خونا اللي هضروا عليه هو داخل المطار. ما حط رجلو حس بلا كاينين البوليس تما مراقبينه. عرف بلا مع غادي يتعرفوا عليه غادي يشدوه وهو يغيرها وهرب من تم. عيط لانغستون وعاود ليه شنطره وقال لي انا بحال هكا الهويه ديالي تفضحات. لانغستون طلع معاه الصهد وقال لي حنا كاين بيننا اتفاق وخصك تكملوا حتى الاخر. خونا قال ليه دابا انا ما غنقدش ندخل نيويورك دابا لكن ما تخافش غندخلها بالطريقه ديالي. من بعدها فريق ريتشر كله تجمع وقرروا يمشيو للعنوان اللي خداو من مارلو مديره شركه نيو ايج. قبل ما يدخلوا للدار لاحوا فيها شي قنابل حيت كانوا شاكين بلا كاين شي واحد في الداخل ديالها كيتسناهم. طلع الشك ديالهم بصح وخونا اللي كان مخبي خرج من تما شاعله فيه العافيه. دخلوه هما ينوضوها مع الافراد الاخرين اللي بقاو لداخل. الروينه في الكوزينه تسالوهم كلهم لكن طلع بلا كاينين شي وحدين اخرين غتبانوا على ديكسون وديفيد. واحد شد ديفيد وهو يخنقو بالميكا لكن ديفيد لحق راسو وهو يخشي فيه الموس. من بعد شد واحد القبضه حديديه ركبها في يدو وهو يدغمر ليه وجهه بها سالم معاه. ديكسون حتى هي ما رحماتش خونا اللي خرج ليها. سترونغ انديبندنت وومن كنقول لك. شداتو وهي ترفعو حطاتو للارض وقدرت تسالي معاه حتى هو في الاخر. ريتشر ضرب على واحد الطوموبيل كانت مبلاصيه قدام الدار وهي تتحرك. حاول يتبعها لكن ما قدش. مشى بقى كيختصر في الطرقان وينقز تقدر يوصل ليها في الاخر. غفلوا له حليل الكرسي الباربريز خلاه يتزدح مع واحد الطوموبيل. طلع خونا اللي صايقه مريض بالقلب. مع خرجوا ريتشر من الطوموبيل يسولو شكون صيفطو وهي تكرم فيه خونا وودع بسكته قلبيه. ريتشر خدا لي لاكارت ديالو وعرف بلا حتى هو كان خدام في شركه نيو ايج وتاكدوا بلا نيو ايج هي اللي صيفطات هاد العصابه للدار يتلقاو ليهم. خصوصا هما خداو العنوان من المديره تاع الشركه. روس جا لعندهم ويعرف كاع هادشي اللي طرا معاهم. تعصب عليهم وقال لهم من اليوم ما باقيين ديروا والو لا بغيتونا نخدموا مجموعين وخلاهم ومشى. لكن واش الاحبه ديالنا غيسمعوا لهضرته؟ لا 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 شنو اتفقوا يديروا كارثه جديده ويقتحموا شركه نيو ايج. مشاو لبسوا الاقنعه تاع الشفاره ويقصدوا الشركه والمقصود الله. ما كاينش داكشي ديال بلاتي نديروا خطه ولا بشويه. ديريكت دخلوا في الشركه طول وعرض بالطوموبيل. سرقوا كاع الخزنات والبيانات والبيسيات اللي كاينين تم. ريتشر ضرب على واحد التصويره تاع الموظفين مع مول الشركه وقرر ياخذها معاه. من بعد ما سالاو وتجمعوا وراهم ريتشر التصويره اللي جاب وطلع بلا صاحبهم سوان اللي معاهم في الوحده كان خدام في شركه نيو ايج وواقف حدا لانغستون واللي طلع هو مول الشركه. تصدموا من اللي عرفوا بلا صوان طلع خدام مع الناس اللي كيحاولوا يقتلوهم. مشاو ريحوا من بعدا في واحد البلاصه وبداو كيفتشوا في داكشي اللي جمعوا وقالوا دابا حنا غنوليو شاكين في صوان خدام مع هاد العصابه. ريتشر عارضهم وقال لهم صوان ماشي شي واحد غيدير هادشي كلنا عارفينه مزيان. ومن بعد ما فتشوا مزيان في داكشي عرفوا بلا صوان خدام مساعد مدير تاع الامن. ريتشر ضرب على التصويره تاع لانغستون وعرف بلا هما دابا كيتحاربوا مع هاد الشخص. نيلي وصلت لواحد الايميل بين صوان ومارلو المديره تاع الشركه. صوان كان كيطلب منها تسمع الاغنيه سميتها الجناح الصغير. نيلي تعجبات حيت صوان ما كيعجبوش المغني اللي غنى هاد الاغنيه وتسائلوا علاش طلب من مارلو تسمع هاد الاغنيه بالضبط. ريتشر تفكر واحد البلان مهم. بلا وزاره الدفاع كانت خدامه على مشروع سميتو الجناح الصغير وهذا المشروع خدموا فيه مع شركه نيو ايج واختبروا مشروع الجناح الصغير قدام ضابط في الجيش سميتو مالكوم. ومالكوم عجبو هذا المشروع وكان ناوي يحولوا للحقيقه. ديفيد قال لهم مالكوم معروف كيدير شي صفقات مشكوك فيهم وبلا خاصهم يستجوبوا شي واحد خدام عند مالكوم باش ياخذوا منه المعلومات اكثر. قال لهم ما تخافوش
غنعرف سميت المساعد ديالو بالمعرفه ديالي. نيلي قالت لريتشر دير في دماغك بلا سوان ما تختفاش بحال صحابنا الاخرين، الجثه ديالو ما بانتش والدار ديالو ما مروناش بحال الاخرين. قال لها ريتشر لكن سوان ما كانش غيخلي الكلبه تموت. ردات عليه ما تعرف الظروف اش غدير ليه باش يخليه يدير هكا. وكنرجعوا بفلاش باك للفريق تاع ريتشر وهما يلاه سالاو واحد المهمه، كانوا قبضوا على واحد الكميه كبيره من الحشيش والقائد ملي دخل هنئهم على المجهودات ديالهم وهنأ ريتشر بزاف حيت هذه القضيه 151 اللي غادي يحل. ومن بعد ما هنئهم زاد من تم. سوان قال لهم حنا كنمشيو للمهام وكنتعرضوا للضرب بالقرطاس وفي الاخر القاده هما اللي كياخذوا فلوس كتر منا. كلشي تعجب من الهضره ديالو لكن قاطعاتهم ديكسون بلا ناقصهم واحد العلبه تاع المخدرات. انا متاكده من هضرتي وحسبتهم شحال من مره. مشاو كيقلبوا في الطوموبيل تاع سوان حيت هي فاش جابوا الممنوعات ولقاوها في الاخر وقال لهم بلا يمكن طاحت في الطوموبيل وما رديتش ليها البال ملي كنت سايق وخلاهم ومشى. لكن نيل اللي ما كانتش متيقه الهضره ديالو وهذا الشيء من بعد الهضره اللي قال على القائد وكانت شاكه فيه بلا هو اللي خداها باش يمشي ويبيعها من بعد. لكن ريتشر كان العكس ديالها متيقه وقال لها غا صدفه. وكنرجعوا للواقع فين كان ديكسون فكرات ريتشر بلا سوان كان شفر العلبه تاع المخدرات قبل. نيل اللي قالت لهم يمكن المشروع تاع الجناح الصغير بان قدامه وقرر يخدم معاهم. ريتشر قال لهم كاع هادشي غا افتراضات وانا باقي تايق فيه بلا ما دير والو. من بعدها ديفيد عرف بلا خونا اللي سميتو دانيال هو اللي يد اليمنه تاع مالكوم وقال لهم غيكون في واحد الحفله بالليل في مدينه بوسطن. اتفقوا بيناتهم باش يديروا ليه فخ. ديك الساعه رصونا على ريتشر وهو يبدا يغوت عليه حيت اقتحم شركه نيو ايج بشكل غير قانوني. قال لي انا اتفقت معاك باش ما دير حتى شي تصرف تتعلمني. قال ليه ريتشر درت هكاك حيت باغي نوصل لشله حوايج. قال لي يلاه قول لنا سيدي ليش وصلتي. ريتشر ما كان باغي يقول ليه والو وقال لي حنا غاديين في الليل لمدينه بوسطن وهو يقطع عليه. وقبل ما يسافروا لمدينه بوسطن نيل وديكسون داروا باش يقتحموا الدار تاع مارلو وملي مشاو لقاو بلا الباب تاع الدار مفتوح ومارلو ما كايناش فيها. لقاو بلا الدار مرونه لكن غير روينه ديال جمعات حوايج بالزربه وهربات. والغريب كاع لقاو تما واحد الشانطه عامره بالفلوس. في نفس الوقت ريتشر مشى عند اللي كيبيعوا الممنوعات وهو يبدا يجخلط فيهم. علاش؟ والو خاصينو الفلوس. خدم منهم الفلوس الممنوعات وهو يقصد البوتيك ضرب الحطوط الملاح في مدينه بوسطن. من بعد ديكسون كانت حجزات واحد التذكيره تاع الحفل ودخلات ليه. استخدمات مهارات الاغراء ديالها وهي تطيح دانيال في الفخ. وبصح دانيال عجبو الحال وخلاها تجلس حداه. برا الحفله كان ديفيد وريتشر كيحلوا في الارقام تاع فرانس وريتشر قدر يحلل الارقام مزيان وصل لواحد الاستنتاج مهم وهو المجموع تاع الارقام طلع 650 وهو هذا نفس الرقم اللي قالته لينا ميلينا. 650 ب 10000 لكل قطعه وملي ضرب الارقام في بعضياتهم طلع 65 مليون. يعني كاينين شي حوايج باقي ما عارفينهمش غادي يتباعوا ب 65 مليون وبهكا القضيه بدات تتوضح بالنسبه لريتشر. من بعدها تنشوفوا ديكسون وهي تتمشى مع دانيال الطوموبيل ديالها. ملي ركبوا ديكسون عطات ليه الممنوعات اللي جاب ريتشر. واحد شويه بان المحقق اوسكار هو يشد دانيال بتهمه التعاطي. خدا لواحد البيت وبدا كيحقق معاه. واحد شويه كيدخل عليهم ريتشر وديفيد ومثلوا على دانيال بلا هما عملاء من المباحث وجايين باش يحققوا معاه. بقاو عليه بالتهديد وبلا غيقولوا للصحافه بلا شدوه وديك الساعه السمعه ديالو غتشوه. دانيال خاف على السمعه ديالو حيت ولد اليمنه تاع مالكوم. قال ليه ريتشر يعترف ليهم بكل شيء من الكبير للصغير. وبصح دانيال هدر وقال لهم بلا المشروع جناح الصغير غسميه حركيه. هذا مشروع جديد للاجهزه مضاده للصواريخ لكن نيو ايج قررت تشري هذا المشروع باش تستخدمه لغرض اخر. عوض ما يكون مضاد للصواريخ غيكون هو اللي كيصيفطهم. الهدف ديالها هي يستهدفوا اي حاجه بالصواريخ ديالها. والصواريخ حتى هما عندهم واحد التقنيه تاع التتبع يعني يقدروا يضربوا الهدف ديالهم واخا يكون كيتحرك ولا كيحاول يهرب. سولوه شنو الدور تاع مالكم في هذا المشروع. قال لهم مالكم بحكم العمل ديالو في الجيش غادي يسلك لهم الاجراءات القانونيه وشايف بلا هاد التكنولوجيا خاصها تكون في البلد ديالنا عوض بلاصه اخرى. ريتشر وديفيد تصدموا من هاد الهضره وعرفوا منه بلا نيو ايج عندها جوج فروع. الفرع الثاني كاين في مدينه دينيفر فين كيتصنعوا فيه الهياكل تاع الصواريخ. ريتشر واوسكار خرجوا لبرا من بعد ما خداو منه داكشي اللي بغاو. ريتشر شكر اوسكار على المساعده ديالو ليه ومشى من تم. ركبوا الفريق بربعه في الطوموبيل وريتشر عطاهم اوامر. نيلي وديكسون غيمشيو للفرع ديال نيو ايج الثاني باش يعكلوا ليهم عمليه تصنيع الصواريخ وريتشر وديفيد غيمشيو للامن الوطني باش يجمعوا معلومات اكثر على الشخص الارهابي. ديفيد قال لي كيفاش غناخذوا معلومات من الامن الوطني. ريتشر قال لي خويا كان خدام تما كاينين شي معارف غيعاونونا. من بعدها وقفوا في واحد البلاصه باش ياكلوا لكن واحد شويه تتجي لهم واحد العصابه بالماطر. هبطوا منهم وهما يهزوا عليهم السلاحات وخدوا منهم كاع الاسلحه اللي مع الفريق ديال ريتشر والفريق ديالو كانوا مكالمين خلاوهم تتيقوا بلا ما غيديروا لهم والو وهما يبداو يجخلطوا فيهم. ريتشر والفريق ديالو دغمروهم ديال بصح بالعصا تسالوا معاهم كاملين. ريتشر عرف بلا هما من عصابه لانغستون. خدا التليفون من عند زعيم العصابه وهو يصوني لانغستون. قال لي شوف واحد شويه جا جمع الزبل تاع العصابه ديالك من هنا. لانغستون عرف ما غيضيمش معاه وعرض عليه فلوس باش يفوت هاد القضيه. ريتشر رفض وقال ليه غيجي الوقت اللي غنلوحك فيه من الهليكوبتر كما درتي لصاحبي انا كنواعدك. وكنمشيو للإرهاب
الارهابي اللي انتحل واحد الشخصيه تاع دكتور ومشى كرا واحد الطوموبيل باش يسافر بها لنيويورك. ومن بعد هانيل وديكسون وصلوا للفرع الثاني تاع نيو ايج وداروا راسهم من المباحث. تلاقاو مع المدير تما وقالوا ليه بلا باغيين يضربوا طليله على الصواريخ. قال لهم المدير بلا كاين واحد الشحنه عاد خرجات واحد 10 دقائق دابا، خرجات 650 قطعه، وعطاهم وراق تاع المواعيد اللي غيتسلموا فيه الشحنات. تصدموا بجوجات وهما يتحركوا، وكنشوفوا الشاحنه تاع النقل اللي فيها الصواريخ غاديه في الطريق، وتما كان واحد المجرم شينوي موقف الشاحنه ديالو باش يعطل الشاحنه تاع نقل الصواريخ. السائق تاع شاحنه نيو ايج خرج وقال ليه ياك ما محتاج لشي مساعده، لكن خونا الشينوي ضربو ساله معاه. مشى للشاحنه ديالو هو يحلها وخرجوا منها 3 اخرين. رجعوا للشاحنه تاع نيو ايج وحلوها حتى هي وتاكدوا بلا الصواريخ كاينين. ومجبد العينين صونا للارهابي وقال ليه بلا الشحنه تاع الصواريخ موجوده. قال ليه بلا قتل الشيفور باش ما يكونش عليهم الشهود. الارهابي قال ليه ماشي مشكل، في كاع الاحوال نيو ايج غتاخذ الفلوس ديالها وما غديهاش في الشيفور. وامره قال ليه من الرجال ديالو يبدلوا الشاحنات وتلاقاو في نيويورك. داكشي اللي داروا مشاو بدلوهم وبدلوا لهم حتى الماتريكيل ديالهم. ديكسون كانت غاديه بالزربه باش تلحق عليهم وقدرات بصح توصل لهم قبل ما يتحركوا من تم. العصابه تما شكوا فيهم وهما يبداو يتيروا عليهم القرطاس. ديكسون ساقت الطوموبيل وبدا تراجع اللور والشينوي خدا الشاحنه وتحرك من تم. نيلي وديكسون غفلوا دوك 3 اللي بقاو وقدروا يساليو معاهم دغيا. نيلي مشات راجعات الوراق اللي خداتهم من مدير الفرع الثاني ديال نيو ايج وعرفات منهم بلا صوان خدام معاهم في نيو ايج. في هذا الوقت ريتشارد وديفيد تلاقوا مع الامن الوطني وقالوا لهم بلا فايت لهم تعاملوا في واحد القضيه مع واحد الارهابي. ما عرفنا لا نشدوه ولا واخا نوصلوا للتصويره ديالو حيت كان ذكي بزاف. عندنا معلومات قلال عليه، كل عمليه كيديرها كيستخدم هويه مختلفه وما عنده حتى شي انتماء سياسي ولا ديني. هو باغي غير الفلوس وخدام مع اللي غيعطيه فلوس كتر. وريتشارد وديفيد مشاو من بعد ما عرفوا منهم المعلومات اللي بغاو. ديك الساعه نيل وديكسون صوناو ليهم وعاودوا ليهم على الليطرا وبلا 650 صاروخ خرجوا من نيو ايج. وحنا اكتشفنا بلا صوان خدام معاهم في الشركه، حيت صوان وقع معاهم باش الشحنه تخرج من الشركه ووقع بلا ما يبزوا عليه حيت خاصو يدير بصمه تاع العين باش يخليو الشحنه تخرج، والشحنه خرجات بسميتو. ريتشارد تصدم حيت ما كانش باغي يسمع هاد الهضره على صوان. وكان رجعوا بفلاش باك اخر فين كان ريتشارد وصوان في واحد المهمه، كانوا كيديروا راسهم كيبيعوا المخدرات وكيتناقشوا في البيع ديالهم لشي تجار باش ملي تتم العمليه يشدوهم كاملين. لكن الهويه ديالهم تكشفات وهي تنوض الروينه في ديك البلاصه. صوان في ديك الروينه دافع على ريتشارد وياخذ واحد القرطاسه في بلاصتو، وريتشارد من داك الوقت ولا عزيز عليه صوان بزاف حيت ضحى براسو على حسابه. وكنرجعوا للواقع فين كان ريتشارد غادي في الشارع الراسو، وقف عليه واحد من الرجال تاع مالكوم وقال ليه يمشي معاهم حيت مالكوم باغي يهضر معاه. ريتشارد ما خافش وهو يمشي معاهم. داو لواحد البلاصه مامنه باش يتلاقى معاه فيها وتما تلاقى حتى مع دانييل. هما عرفوا بلا ريتشارد ماشي ضابط مباحث وكان غير كيكذب عليهم. مالكوم طلب منه المساعده باش يتعاونوا كاملين. مالكوم قال ليه انا عرفت بلا شركه نيو ايج تتبيع الصواريخ الجناح الصغير لواحد ارهابي وحنا خاصنا نوقفوا هاد العمليه. ريتشارد قال ليه انت علاش كنتي تتعاون نيو ايج من البدايه؟ مالكوم رد عليه نيتي كانت هي الجيش ديالي يكونوا عندهم اسلحه قويه باش نقدروا ندافعوا على راسنا. ما خديتش الطرق القانونيه حيت غتاخذ وقت كبير يقدر يوصل لسنين باش يوصل السلاح للجيش. وما نكذبش عليك انا كنت باغي فلوس كثيره لكن ما باغيش ناس بريئين يموتوا. وانا عارف اشنو درتي انت في جورجيا وكيفاش تقدر تحل ديك القضيه تاع التزوير تما. انت هو الشخص المناسب اللي باغي يخدم معايا باش يخسروا المخطط الشرير تاع الارهابي، وانا مستعد نعطيك اللي بغيتي باش تسالي هاد القضيه هادي. وخاص القضيه تسالي دغيا حيت السميه ديالي مرتبطه بها، حيت بهكا السميه ديالي غتشوه وغندخل الحبس. انا كنعرض عليك باش نتعاونوا بجوج وخلاه مشى. الارهابي ديك الساعه صونا لانغستون وقال ليه الرجال ديالي بزز قدروا يهربوا بالشحنه. لا مشاو حتى المشاكل بداو كيتزادوا بكل خطوه، الخلاص اللي متفقين عليه حتى هو غيتزاد. رد عليه لانغستون ما تخافش غنتهناو منهم في اقرب وقت. انا كنتسنى فيك دابا باش تجيو نحطوا الشرائح الالكترونيه في الصواريخ ونخدموهم. ريتشارد وصحابو كانوا مشاو رجعوا لنيويورك باش يحضروا الجنازه تاع فرانس واستنتجوا بلا الارهابي باغي يخرج الشحنه تاع الصواريخ برا البلاد، ولا مشى حتى هادشي وقع غادي يكون فات الوقت. خاصنا نوقفوا هاد الشحنه في الوقت المناسب ونساليو مع الارهابي. من بعدها ريتشارد تلاقى مع روس، وريتشارد كان شاك بلا روس جاسوس وخدام مع نيو ايج. قال لي انا ما قلت حتى شي واحد على التحركات ديالنا من غيرك. في الاخر خرجوا لينا عصابه من المطر وعرفوا البلاصه ديالنا والخطه. يا اما انت جاسوس ولا شي واحد خدام معاك اللي جاسوس. روس قال لي شوف انا ماشي جاسوس وما تبقاش تتهمني ولا غيوليو بيناتنا المشاكل، لكن انت تتقلب على الجاسوس سير حقق ورا صاحبك صوان وهو يمشي. بداو المراسم تاع الجنازه، لكن واحد شويه بدا القرطاس خدام تما والهدف كان صحاب ريتشارد من بعيد. لكن ريتشارد وصحابو تخباو وهما يبداو يتحركوا جيتهم. ريتشارد قال لصحابو هادو جوج مجرمين صافي خاصنا نساليو مع واحد
واحد والثاني شدوه باش نستجوبوه. بقاو كيضربوا فيهم مني منك، وانا اللي في الاخر قدرات تضرب فيهم واحد حطاتو هيد شوت. الثاني لقى القضيه حامضه وهو يهرب من تما وركب في طوموبيلتو. روس بان ديك الساعه وهو هز مع ريتشر ومشى ورا خونا. روس قال لي تنتمنى تاكد بلا دابا انا ماشي جاسوس. تبعوا تخبطوا من اللور وتشخشى خونا في الحيط. ريتشر مشى عند خونا لصقو مع الطوموبيل وبدا كيستجوب فيه. روس كان ناوي يشد المجرم، لكن ريتشر قال لي حنا ما عندناش وقت، خاصنا ناخذوا منه المعلومات دابا. ريتشر شنقو وقال ليه راه يا غتقول لنا دابا كلشي يا غنقتلك وما كاينش اللي غيمنعني. خونا قال ليه اللي صيفطني عندكم باش نسالي معاكم واحد خونا سميتو سوان. ريتشر تصدم من هاد الهضره وقال ليه تاني بلا كان من وراها غيمشي لواحد المبنى وتما غناخذ الفلوس ديال مهمه القتل ديالك انت وصحابك وانا يمكن لي نديكم لتما. ريتشر جات لي في دماغ واحد الخطه باش يعرف الحقيقه تاع سوان. وصلوا في الليل عند المبنى المهجور. قال ريتشر للمجرم يدخل لداخل تاع المبنى ويدير راسو غياخذ الفلوس مقابل العمليه، وملي غتخرج غتقول لنا مع من تلاقيتي وشحال كان العدد ديالهم. دار لي واحد التليفون باش يسمع الحوار اللي غيدور بينهم لداخل، ومن بعد خونا مشى لجهه المبنى. منين اللي سولات ريتشر اش غدير لا طلع سوان بصح خدام معاهم. ريتشر قال لها غنخنقو كيما درت لهذا باش نجبد منه كاع المعلومات، لكن خونا مع دخل المبنى تفرقع تشتت ما بقى فيه والو. ومن ورا هادشي تجمعوا كاملين تاني، كانوا كلهم شبه متاكدين بلا صوان ورا هادشي الا ريتشر اللي كان مازال ما تايقش، لكن واخا هكاك بدا فيه حتى هو شويه ديال الشك. روز جا عندهم تما وقال لهم بلا لقى بلاصه الطوموبيل تاع مارلو، وملي مشاو لقاو الطوموبيل ديالها مبلاصيه في الكراج. دخلوا لواحد السوبر ماركت تما وفتشوا الكاميرات ديالو ولقاو مارلو تقدات شي لعيبات ليها ولبنتها، وشافوا بنتها تتلعب واحد اللعبه في التليفون. منين اللي فكرات في واحد الخطه واللي هي يعرفوا السميه تاع المستخدم اللي تتلعب به بنت مارلو في اللعبه، ومنه غيقدروا يتبعوا التحركات ديالها ويعرفوا بلاصه مارلو. رجعوا للدار تاع مارلو وخدموا التلفازه وقدروا يعرفوا اسم المستخدم منها. اما روس مشى تلاقى مع الرئيس ديالو في قسم الشرطه مارش. روس اتهموا بلا خدام مع شركه نيو ايج. قال لي انا وانت فقط اللي كنا عارفين بالتحركات تاع فريق ريتشر. شكون اللي قال لانكستون على التحركات ديالهم وصيفط وراهم عصابه باش تسالي معاهم. مارش برد فيه العرق واعترف بلا هو اللي جاسوس لصالح نيو ايج حيت خدا رشوه، وبالمقابل يقول لهم على البلاصه تاع ريتشر. قال ليه لانكستون عرض عليه فلوس بزاف باش نعطيه المعلومات اللي وصلتي ليها انت. روس غوت عليه وقال ليه كيفاش عندك ضمير يخليك تعاون ارهابيين، انت بهاكا ما مديهاش في الضباط اللي كيحمينا وكيضحيو علينا. مارش قال ليه لانكستون ما غاديش يستخدم الصواريخ على بلادنا، هو غيبيع الناس اجانب، هو غير رجل اعمال شاف صفقه مزيانه وخدم عليها، وانا وافقت باش ناخذ منه الرشوه باش نحافظ على سلامتي، وهذا الشيء اهم ليا من اي حاجه. روس قال ليه هيه ولا طلعتي غلط في الاخر لانكستون صيفط صواريخ الارهابيين تما غيخدموا ضدنا وكل شيء غيمشي فيها. مارش قال ليه انت مالك تتفكر بزاف، خذ الرشوه اللي غيعطيوها لك وخرج راسك من الباب الكبير. تما روس شفق عليه وهو يخرج من تما. في هذا الوقت الفريق تاع ريتشر قدروا يوصلوا للعنوان ديال مارلو واللي كانت مريحه عند واحد من عائلته. اقتحموا البلاصه ودخلوا عليها للدار. استجوبوا علاش صيفطات لهم اللي صفيوها ليهم. قالت لهم انا ما كنتش عارفه واش غيتدار لكم كاملين في البلاصه اللي عطيتكم، لانكستون هو اللي امرني باش نعطيكم العنوان. وملي سولوها على سوان قالت لهم سوان كان معترض على البيع ديال الشرائح الالكترونيه للارهابيين، ولانكستون جا عرض عليا فلوس بزاف باش نحافظ على السريه ديال الشركه ديالو، وهددني بالحياه تاع بنتي باش نشد الفلوس ونسكت. وملي نتوما جيتوا سولتوني دوك الاسئله في الشركه انا خفت وهربت. تما ريتشر قرر يدير مارلو كطعم باش يستدرج لانكستون ليهم. بزز عليها تصوني لانكستون، وملي صونات ليه قالت ليه بلا ريتشر وصحابو جاو لعندي واستجوبوني، لكن انا ما قلت لهم حتى شي حاجه حقيقيه وكذبت عليهم في كل شيء، لكن واخا هكاك باقي متابعيني من بلاصه لبلاصه وكيهددوني بالحياه ديال بنتي. ومارلو قدرات تقنعوا باش تلاقى هو وياه ويحميها منهم، وبصح لانكستون اتفق معاها باش يتلاقاو في واحد البلاصه، لكن النيه ديالو ماشي يدافع عليها لا، ناوي يقتلها ويتهنى منها بمره. وفي نفس الوقت ريتشر شايف بلا هديه الفرصه باش يقدر يوصل لانكستون. ريتشر مشى عند روس وطلب منه ياخذ البنت مارلو لبلاصه امنه تيساليو مع لانكستون. روس وافق وقال ليه هو اصلا ناوي يبدل العنوان تاع الدار حيت مارش الرئيس ديالي في الخدمه طلع خائن وخدام مع لانكستون. ملي بدا غادي مع البنت في الطوموبيل بداو رجال تاع لانكستون تابعينه تيراو عليه، والبنت كانت معاه في الطوموبيل ومخلوعه. وروس اتصل بريتشر وعاود ليها شنو طرا وباغي اللي يعاونو ضروري. ريتشر قال لهم دابا واحد فينا خاصو يمشي يعاون روس، لكن المشكله كانت مارلو واقفه تتسنى في لانكستون وكل واحد من صحابو واخد بلاصتو وغاديين على الخطه. لانكستون ملي وصل عرف بلا مديور ليه كامين وامر رجال باش يقتلوها من بعيد، لكن ريتشر بان وهو يتير عليهم وخدا معاه مارلو وتخباو. ركبها مع الفريق ديالو صيفط معاهم باش يعتقوا روس. ريتشر ضرب الروايد تاع الطوموبيل ديال لانكستون وهبطوا كلهم منها. بداو كيقلبوا على ريتشر باش يساليو معاه، لكن ريتشر خدم موت السفاح وهو يبدا ينفرد بهم واحد بواحد، وبلا ما يعاونوا حتى واحد قدر يكملهم
بوحدو تبقى لانغستون بوحدو، لكن كان مخبي عليه. ريتشر عنده كي والو، جبد التليفون صون عليه باش يعرف بلاصتو من الصوت تاع التليفون، لكن واحد شويه جات واحد الهليكوبتر تيرات على ريتشر، شويه مشات جهه لانغستون عتقاتو ومشات من تم، وريتشر ما قدرش يشدو. في نفس الوقت المطارده كانت باقا خدامه بين روس والرجال تاع لانغستون. روس بقى غادي توصل لواحد الطريق مسدوده، ما كان عنده حتى حل من غير يهبط يتحارب معاهم بالقرطاس، لكن همه كامل هو يحمي البنت الصغيره. قال لها انت غتخرجي تجري وهو غيضحي براسو باش يخليها تهرب. خدا شحال من دقه لكن بقى مقاوم باش ما يقيسوش البنت. قدر يسالي مع جوج، لكن الثالث مشى كيجري تبع البنت. ومن ظهر البنت صحاب ريتشر كانوا وصلوا وهما يزطموه بالطوموبيل وداع. مارو طمأنات على بنتها، ونيل اللي مشات تجري عند روس لقاتو واخا كيموت بدا كيسول على البنت واش بخير. نيل اللي قالت ليه البنت بخير وقالت ليه صبر شويه راه غيعتقوه، لكن للاسف روس مات ومات موته شريفه. نهار اللي من بعدو ريتشر كان ناوي يدي مارلو بنتها لشي بلاصه امنه. ديكسون قالت لهم بلا عندها دار في مدينه اخرى. ريتشر قال لها نعول عليك انت وديفيد غتوصلوا مارلو لهاد الدار، وهو ونيلي غيمشيو للدار تاع مارش رئيس روس في الخدمه. هو اللي قال لانغستون البارح على التحركات تاع روس. ريتشر خلى نيلي في الطوموبيل هو يمشي يدخل للدار تاع مارش، واللي كان كيجمع في الحوايج ديالو باش يغيرها من تم. ريتشر دخل عليه وقال لي واش الخصيم. مارش كرمات فيه وقال لي انا ما عندي حتى شي دخل في هادشي اللي طرا. ريتشر ما تيقوش وقال لي غتهضر دابا وغتقول لي كلشي. مارش بغى يزرب عليه دغيا وقتلو، لكن ريتشر دفع الطبله ووقفوا بها. سولوا امتى وفين لانغستون غيتلاقى مع الارهابي باش يعطيه الشرائح الالكترونيه، لكن بصح طلع بلا مارش ما عنده حتى شي معلومه من هذا الشيء. وقال ليه بلا كراند هو اللي عنده معلومات يقدر يفيدك. قال لي ريتشر شكون هو هذا كراند؟ رد عليه هو داك خونا اللي خبطوه البارح بالطوموبيل، هو راه ما ماتش داوه للسبيطار. وريتشر من بعد ما خدم منه اللي بغى سالم معاه كانتقام لروس. من بعد هو ونيل اللي مشاو للسبيطار وتنكروا في شكل الاطباء. دخلوا للغرفه تاع كراند وهو شنق عليه ريتشر. قال لي شوف لانغستون راه غايصيفط شي واحد يسالي معاك باش يضمن بلا حنا ما غنجيوش عندك، غتجاوب على الاسئله ديالي باش نحميك منه. امتى وفين بالضبط غيتلاقى لانغستون والارهابي؟ ملي كراند ما بغى يقول لهم والو قرر يبزز عليه باش يهضر. من اللي خدات الاجهزه اللي ملصقين ليه باش الاطباء حساب لهم بلا الحاله ديالو مستقره، وريتشر خدا واحد الحقنه تاع البرد وحقنا في الانبوب تاع البول ديالو. كراند قصحاتو هاد اللعيبه ما بقاش قاد يصبر، قرر يعترف ليهم وقال لهم غادي يتلاقاو غدا مع 5 الصباح، لكن ما عارفش فين. ريتشر تيقو وخلاه ومشى، لكن تسبب في الموت ديالو انتقاما لروس. وملي كانوا راجعين نيل اللي شاف الدكتور وشكات فيه. قالت ريتشر بلا هذا كان من الرجال تاع لانغستون وجاي باغي يقتل كراند. وبصح خونا ملي عرفوا مشاكين فيه علق من تم. بقاو تابعين وتفقدوا الاثر ديالو وتفرقوا باش يتبعوه. نيل اللي قدرات تلاقى معاه ونوضاتها معاه، بقاو معابزين تما. حتى كان علاش هو غيقتل بواحد المنشار تاع الاطباء، لكن ريتشر وصل وهو يضربه وصدق قاتلو بلا ما ينوي. خدا التليفون ديالو وصونا لانغستون باش يقول ليه بلا قتل الراجل اللي صيفط. لانغستون قال لي صافي ساليتي وراني خطفت ديفيد وديكسون، وباش ياكد لي بلا خطفهم كانت معاه واحد القبضه حديديه تاع ديفيد. قال لي الا بغيتي تعتق صاحبك انا باغيك تجي للبلاصه اللي غنقول لك. ريتشر قال لي كيفاش غنجي عندك وانا عارفك غتقتلني. لانغستون قال ليه بالعكس انا غناخذ 67 مليون كنصيب ديالي من الاسلحه، انا ما غنقتلش ناس اخرين تاني ونزيد عليا الصداع الراس. اجي للبلاصه اللي غنقول لك باش نحلوا المشاكل ديالنا بالتراضي وغنخليك عايش. ريتشر كذب عليه وقال ليه الراجل ديالك قتلني اللي في السبيطار، انا غنجي عندك بوحدي. ولانغستون تيقو وريتشر دار هكا باش ما يدخلش نيلي في الصداع. ريتشر صونا لمالكوم وقال ليه اشطرا وطلب منه يصيفط ليه 3 الرجال قادين على راسهم يعاونوه، ومالكوم موافق يعاونوه. في الليل ريتشر ونيلي مشاو وراقبوا البلاصه اللي غيكون فيها لانغستون وداروا واحد الخطه. والداخل تاع البلاصه كان ديفيد وديكسون كيتعدموا من الرجال تاع لانغستون. ريتشر من وراها سلم راسو للرجال تاع لانغستون، خداوه لداخل وراوه صحابو. ريتشر جرب على الرجال وهو يدغمرهم كلهم غير برجليه. ديك الساعه لانغستون جا هو يهز عليه السلاح، قال لي انا عرفت بلا لقاو غا جثه وحده في السبيطار، يعني نيل اللي باقا عايشه. تما ضرب قرطاسه في الرجل تاع ديفيد كتهديد ليه باش يهضر. ريتشر ريح باش صحابو ما يتاداوش، وفي نفس الوقت نيل اللي قتلات الحراس اللي كانوا برا بالسنايبر ديالها. صونات للرجال تاع مالكوم وقالوا ليها بلا هما قربوا يوصلوا. وكان رجعوا لريتشر اللي بداو كيعذبوا فيه حتى هو. قال ليه لانغستون بلا صوان غتبدا كيفتش ورانا، وجاب 3 من صحابو باش يعاونوه في التحقيق اللي هما فرانز ونيلي وسانشيز. اضطريت نقتل دوك 3 وبززت على صوان باش يسين على الوراق ويدير كلشي بسميتو، باش ملي شي حد يحقق ورايا يلقى السميه تاع صوان ويقول مع راسو بلا صوان خدا الفلوس وهرب من هنا. اما صوان راه قتلتو شحال هادي. خديت العينين والاصابع ديالو وخدمت بالبصمات ديالهم. كنت ناوي نقتلك حتى انت دابا، لكن طلعتني اللي باقا عايشه. هو يبدا يضرب فيه باش يقول ليه بلاصتها. الفريق كامل تصدموا من اللي عرفوا بلا صوان مات وكانوا شاكين فيه غير هكاك. وريتشر ملي رفض يهضر لانغستون امر الرجال ديالو باش يصيفطوا ديكسون وديفيد للطياره باش يلوحوهم منها. ولانغستون قرر يهرب من تم باش يتلاقى مع الارهابي، لكن ريتشر ديك الساعه جبد واحد المسمار من الصباط ديالو وفك المينوط. وفي نفس الوقت الرجال تاع مالكوم وصلوا
وقطعوا الضوء على البلاصه كامله. من بعدها دخلوا بداو كيساليو مع الرجال تاع لانغستون. ريتشارد دخل معاهم في المعمعه وبدا حتى هو كيجغلط اللي جا قدامه. لانغستون مشى كيجري ركب في الهليكوبتر لكن ريتشارد ما خلاش ومشاو هو يتعلق فيه حتى هو. ملي دخل لانغستون امر واحد من الرجال باش يحلوا الباب ويلوحوا ديفيد وديكسون لكن ريتشارد ديك الساعه دخل عليهم وهو يضرب المساعد ديالو. من بعدها مشى قصد لانغستون بدا مدابز معاه وواحد القرطاسه بالغلط جات في الجاج تاع الهليكوبتر. فقدات الهليكوبتر التوازن ديالها وديكسون زلقات وكانت غطيح كون ما جاش ريتشارد شدها في اخر لحظه. ولانغستون جا وهو يبدا يضرب في ريتشارد وهو شاد ديكسون ديك الساعه قدرت تفك راسها ورجعات ثاني للطياره. طعنات لانغستون بالموس وهو يطلع عليه ريتشارد وشدو. قال لي عقلت على الوعد اللي عطيتك ياك ويلاه دابا سير تلاقى مع صحابي اللي قتلتي لتحت. ولانغستون بصح ملي طاح ودع. تما داروا خطه في الهليكوبتر باش يمشيو ويساليو مع الارهابي. بزوا على الطيار باش يكمل الطريق ديالو عند الارهابي بصح دار بهدرتهم ووصلهم للبلاصه فين كانوا غيتلاقاو في واحد الدار. ملي الارهابي والشينوي اللي معاه وصلوا ريتشارد سالم مع الشينوي وبقى الارهابي بوحدو. شدوه دخلوا لداخل وسولوه اش كان ناوي يدير بالصواريخ. قال لهم انا كنت غنسلم الصواريخ للناس اجانب صافي انا غبياع وشراي وهذه هي خدمتي. ريتشارد وصحابو ما زادوش معاه الهضره وسالوه معاه دقه وحده. ومن بعدها شدوا الطيار والمهندس اللي كان غيخدم الصواريخ للارهابي وريتشارد قال لهم نتوما سيروا بحالكم. مشاو كيجريو وركبوا في الطياره يهربوا بها. من اللي بغات تجرب واحد البازوكا واش خدامه وقال ترى نجرب عليهم صيفطات عليهم وهي تجي فيهم وقالوا بصح صدقات فيها التقنيه تاع التتبع ولكن واش المشاكل غيتسالاو. لا 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 شنو الرجال تاع مالكوم هزوا عليهم الاسلحه وقالوا لهم بلا مالكوم امرهم باش يقتلهم باش حتى واحد ما يبقى عارف بهذا الشيء اللي طرا. لكن ريتشارد كان داير بحسابه وكان عارف بلا ما يقدرش يثيق في مالكوم 100%. وطلع واصون على الامن الوطني ووصلوا للبلاصه وهما يشدوهم. وفي نفس الوقت قصدوا حتى مالكوم وشدوه بتهمه التورط مع لانغستون. وريتشارد وصحابه مشاو من بعد ما عتقوا البلاد من الدمار وخداو معاهم 65 مليون دولار. ريتشارد قرر يوزع الفلوس على عائلات ديال الضحايا ديال لانغستون ووزعهم حتى على عائلات صحابهم اللي ماتوا في الفريق اما اللي شايط دوزوا الجمعيات الخيريه. ما خدا هو حتى حاجه من هاد الفلوس حيت ماشي هما اهم حاجه ليه واصلا موالف تحوفير التحنسير مره كيضرب بريكولات عند البزنازه. مشاو كاملين وخيموا في الليل في واحد الغابه اخر مره وخداو صوره جماعيه. ديكسون عرضات على ريتشارد يمشي يتعرف على والدها ويعرض عليها الزواج لكن هو رفض وقال لها كيفضل الحياه ديالو بوحدو حر. ومن بعدها مشات تسالم مع نيلي وقالت ليه انت ماشي غا صاحبنا ولا القائد تاع الفريق انت اهم من هادشي بالنسبه لينا. وريتشارد سلم عليها ومشى ركب في الطوبيس باش يكمل الرحله ديالو ويعيش مغامرات جديده. وهنا كيكون سال الجزء الثاني من مسلسل ريتشارد وكالعاده لقيت التفاعل مع هاد السلسله غندير لكم الجزء الثالث واللي غيكون حتى هو طويل غتهناو. هذا هو الانستغرام ديالي ما تنساش واحد فولو باج فيسبوك وابوني لشين يوتيوب وشي كومونتير يكون زوين. نشوفكم في الفيديو الجاي.